أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عندي معكم اليوم إن شاء الله نصوروا واحد الصابلي غزال ما شاء الله بدون بيض. عندي هنا 4 ديال الزبدة. أنا غادي نعطيكم المقادير وأنا خدامة. 4 ديال الزبدة، 4 ديال العلبة ديال الزبدة غادي نعملوها إن شاء الله سنيدة. في نفس الوقت غنعبر بها الزيت. هذه معلقة ديال الخميرة، معلقة كبيرة ديال الخل، هنا غنديرو الفاني، نخلطو الخليط ديالنا مزيان حتى ينسجم. غادي نزيد هاد البسكويت، كاس ديال البسكويت، المهم اخواني اخواتي دابا بدلت، قسمت دابا العجينه على جوج. سمحوا لي نسيت ما درتش فيها في الاول، طفيت التليفون قبل ما ندير فيها نص كاس الماء. دابا راني زدت فيها نص كاس الماء. دابا واحد النص غندير فيه كاكاو، نزيد فيه تقريبا واحد 2 المعالق ولا 3 ديال الكاكاو. شويه غنبدا نزيد الطحين، غير بشويه بشويه. بطبيعه الحال هذا الطحين ديال الحلويات خاصها تجيني عجينه مرخوفه ما تكونش قاصحه. نجيب البلاستيك هكا، غادي نبدا ان شاء الله في الناس الاخر. غنبداو في هذا الاخر حتى هو. هذا الصابري ما شاء الله كيجي الريحه ديالو طالعه مع البسكويت. المهم عندكم بسكويت في الاختيار، اختاروا نتوما اللي حبيتو في البسكويت. كنجينا فوق سطح العمل هكا، نحاول شويه نجمعها مزيان. هكا ونخليها ترتاح، نخليها حتى هي ترتاح شويه ونرجع لكم ان شاء الله. غادي نقطعوها على الشكل اللي بغينا.
المهم هذه الكميه اللي درت خرجت ليا فيها واحد الطاوه من هذه اللي درت بالكاكاو، وخرجت ليا هذه الطاوه وهذه الطاوه الصغيره فيها هذه اللقطات. المهم اخواتي نتلاقاو ان شاء الله عند التزيين. المهم هذا هو الكميه اللي خرجت لنا في هذه الحليوات هذو ما شاء الله. ها هما دابا ان شاء الله غادي حنا في مرحله التزيين، غادي ان شاء الله ندفن الشوكولا. غنبدا بالبيض ها هو، وغادي نرجع معكم ان شاء الله وغادي نشوفوا خواتي. المهم هذا هو الشوكولات باش غادي نلصقو ان شاء الله باش غادي نزينو. المهم هنا لصقتهم غير بنيسلي هادي، لصقتهم بنيسلي هذه هي القليبات. درت لهم الشوكولا بلون ودرت لهم بافون من الجناب. المهم باقي ليا هادو باقي ما ركبتهمش، باقي ما ساليتهمش. هذا القليبات وهادو غادي نلصقهم، هادو لصقتهم غير بنيسلي وحتى هادو ان شاء الله غندير لهم غير نيسلي. المهم هذه هي الحليوه اللي درنا بالشوكولا، حيت درت فيها جوج ديال النويات لصقتها غير بنيسلي. نيسلي ما طيبته ما والو، عادي جدا. المهم غادي نغمسها في الشوكولاته ان شاء الله ونتلاقاو من بعد. المهم بالنسبه للفينيسيو اللي اي فينيسيو عجبكم ديروه. دابا بعد ما ساليت الحلوه ديالي انا كنزين فيها. المهم غادي نشرح لكم كيفاش درت لهاد الشكل هذا ان شاء الله. دابا زينتها، هذه راه المقادير اللي درتها على جوج ديال الاشكال. جاو زوينين بالنسبه لي انا انا عجبوني، وكنتمنى يعجبكم حتى نتوما ان شاء الله. المهم حلوه ما فيهاش البيض، ما فيهاش ريحه البيض، ولكن تبارك الله غزاله منها ما كان. غزاله ما شاء الله، جات كتحمق. اخواتي بالنسبه لهذا الشكل هذا قطعته بهذا الشكل، وبالنسبه لهذا الشوكولا اللي درت فوق منه نفس الشكل ديال القطاعه، نفس الشكل ديال هذا. درت ليه الشوكولا هنايا حتى قصاح وعاود زدته فوق هاد الصابلي ديالنا، هو هذا زدت ليه هذاك الذهبي من الفوق. بالنسبه للكميه ديال هاد المقادير اللي درت تخرج تقريبا 70 حبه. هذه ديال الشوكولا راهي مدوبله، لصقتهم بنيسلي وعاد عاوتاني زدت عليهم الشوكولا حتى هو اللي قلت لكم صاوبت في هذا الديزاين هذا. هذه هي الحليوه ديالنا هكا خرجات تبارك الله. بالنسبه لهذا القلب درت ليه بافون من في الجناب، والشوكولا داك شويه باش زوقته غير بالبرا ديال النقش هو هذا. المهم نفس العجينه، نفس سميتو، غير هي درت منها جوج تشكيلات. وهذا درت ليه اللوز ايفيلي محمر واحد شويه صافي درته. المهم راه تخرج كثار تبارك الله، راه باقي عندي فيها تقريبا قد هكا. المهم اخواتي الله يعاونكم، واللي مازال ما مشاركش في القناه يشارك مع حبابو وصحابو. بالنسبه اللي لايك حتى هما ما كرهناش، فضلا وليس امر. السلام عليكم ورحمه الله.